من تصاحب في مواقع التواصل. مثل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين الجليس الصالح كبائع الطيب، ومثل جليس السوء. هذا الجليس جليس حسي، لكن الآن أيها الإخوة والأخوات معنا في بيوتنا جلساء بالمعنى. ولهذا من تصاحب في مواقع التواصل، هل تصاحب مواقع مشينة ومنتديات ذميمة ومواقع إباحية ومواقع مثلا تفتح لك أبواب الشرور والفساد، تفتح لك نوافذ الشهوات والشبهات، تفتح لك الذنوب والمعاصي، لأنها بضغطة زر، بل ربما بلمسة. في الزمن الأول نقول الناس في غرفة واحدة، ثم تقارب الزمان، تقاربت الأحوال، الناس الآن ليسوا في غرفة واحدة ولا في مكان واحد، بل ربما في شريحة مقدارها مقدار الظفر، فيها السند والهند، فيها هنا وهناك. لهذا من تصاحب؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، قال مثل الجليس الصالح، ولم يقل مثل جليس الرجل أو جليس كذا، بل الجليس، والجليس يشمل الحسي والمعنوي، يشمل الحسي والمعنوي. فمثل الجليس الصالح سواء كان ذلك في حسيا من أصدقاء، وإذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي، أو كان ذلك جليسا معنويا، وهو الأكثر الآن، الذي كما يعني إنسان لا يكاد يخلو إنسان من هذه الجوالات الذكية والتواصلات الاجتماعية ونحو ذلك. فلهذا هي كالمغناطيس للإنسان، لا يكون يتحرك حركة إلا وهي معه، فهي جليسك في الحقيقة، هي جليسك. ولهذا إما أن الإنسان يذهب إلى أعلى عليين ويسعد فيأخذ منها فوائدها ومنها مصالحها ومنها ثقافتها، وإلا يفتح ما يكون وبالا عليه. فلهذا أخيرا أيها الأحبة، تريد أن تكون لك حسنة جارية أم سيئة جارية؟ سؤال يطرح نفسه. إن أردت حسنة جارية فادعو إلى الخير، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وإن كانت الأخرى ولا إخالك ترضى بذلك أن تكون لك سيئة جارية، فمن دعا إلى هدى فلهذا يكون عليك وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فاحذر هذه التواصل.